اهلا وسهلا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه متنوعه حره. فضلا منكم ديروا لايك للفيديو واشتراك في القناه. كيف ما شفتوا البارح خرجت لنا البقاء، واليوم خرج لنا بكريشه اللي تيقول لك بانه مستهدف. اول حاجه خرج لنا كيقول لنا القضيه ديال القناه بانه مشات ليه، وهذا الفيديو غادي ينزلوا في القناه ديال البقاء. بغى يدوخنا بديك القضيه، القناه راه مشات ليه، علاش مشات ليه الله اعلم. حتى من بعد وغادي تكتشفوا عاود الحيت كيقول لك نسي الكذاب وعاود صوره. دابا قال لك القناه راه مشات ليه، من بعد غادي يخرجها ويقول لك هكا راه حنا حليناها. المهم كيقول لك حنايا مستهدفين وما عايشين عيشه طبيعيه بحال الناس بقوه الشكايات اللي نازلين علينا. قال لك كيطلب من الجمعيات بانهم يتضامنوا معاه وحل لهم الباب ديالو. قال لك انا بابي محلوله للجمعيات يجيو يتضامنوا معنا. وجالس في الفيديو، هو جالس هو كيدق على سعاد، تيقول لك بانها هي السبب، هي اللي ما خلاتنيش نعيش بسلام، ما خلاتنيش نعيش مع وليداتي بسلام. قال لك زعما تزوج وعاش حياته كتنتقم منه. كيف ما قلت لكم خواتاتي بانه جالس وكيدق على سعاد. وقال عاوتاني واحد الحاجه، قال بان سعاد انت رجعتي للور ولكني خرجتي اللي كينتقم بلاصتك. زعما راه كيضرب في مدام البقالي، زعما انت خرجتي مدام البقالي هي اللي تاخذ لك حقك بهاد الشكايات اللي نازلين علينا. قال لك انا واخد ستة البراءات اللي واخد من المحكمه، يعني مبرئيني، وهي مازال تبعني سعاد. باغا تغرقني هي ما كتبانش في الصوره ولكن مصيفطه للناس، يعني كتضرب ليهم من التحت هاد بكريشه خواتاتي لحد الان كاع ما شفنا بغى يطلع في فيديو يقول انا غلط ولا كان اعتذار. كيف ما شفنا اليوم في الفيديو اللي دارت مدام البقالي مع المنبر الصحفي، هي والمحامي ديالها، انهم شكروا من نعيمه ووجهوا لها واحد التحيه وقالوا لها كملي في هذا المسار ديالك. مدام البقالي قالت بان امي نعيمه البدويه عندها اغلاط، وكيف ما شفنا امي نعيمه عندها اغلاط بزاف، ولكن النهار اللي حلات امي نعيمه القناه راه قالت لينا وقالت للمشاهدين ديالها والمتابعين ديالها، قالت لهم انا راهي اميه ما قاريه ما حتى شي حاجه، يعني المحتوى ديالي غادي يكون بدوي. هي من بعد ولينا كنشوفها حتى هي كتخرج تتعاطى او لك شي حاجه اللي ما تتعجبش المغاربه، ولكن من بعد كترجع وكتقول لك انا سمحوا لي وكتعتذر. هذه فمي نعيمه مزيانه، يعني من بعد واخا كدير شي حاجه من بعد كتعتذر وكتقول للمغاربه وسمحوا لي، للمغاربه اللي داخل المغرب او اللي خارج المغرب، كتعرف تتصرف. هذا الشيء علاش بانها مدام البقالي وجهوا لها تحيه وشكروها وقالوا لها سيري في هذا المحتوى اللي غادا فيه، يعني البدوي ديالتها. هنا العكس ديال بكريشه، ما خرجش يعتذر ونهائيا، عاد خرج في فيديو تيقول لنا انا كنطلب تدخل الجمعيات. علاش؟ حكاو الواد ولدي امين مشى للمدرسه وقالوا ليه الدراري في المدرسه انت غادي تمشي غادي يديوك لواحد المركز. حكا راه سمعنا واحد السيده طلعت كيهضر على مدام البقالي، واخا ما سماهاش راه باين المعنى، انت غادي يديوك لواحد المركز، راه غادي يديوك لواحد الخيريه. قال لك علاش يقولوا لولدي هكايا ويعقدوه ليا. دابا فهمت الصطم هاد بكريشه هذا. على انت ملي عومتي ولدك في الحمام وحكيتي ليه وبان انا شاده التليفون جالسه كتصور في ولدك، علاش ديك الساعات ما طاحلكش ولدك في راسك؟ ودابا قال لك نمروا عليهم انت داخل كتحك ليه وبان انا جالسه كتصور فيه. شفتي غير هذه بان والجمعيات ما قالوش غادي يحيدوا لك ولادك وغادي يديوهم للخيريه، ما قالوهاش نهائيا. سمعتي؟ بوكريشه في القناه ديال البقه خرجه خطيره كيف ما قلت لكم في السابق، وباش يبين للبق انه مع حلاوه، حيت كانوا هجموا عليه، قالوا ليه علاش خرجت غير البقه بوحدها اللي كتدافع على الاسره وانت ما خرجتيش تهضر على الفيديو زعما اللي خرجت فيه. وهو يخرج بكريشه وتيقول بان الطرف الاخر يعني كيتكلم عاوتاني الى الزوجه ديال ام الاولاد بانها هي اللي منغصه عليه حياته وكيتهمها هي سبب الشكايات، مع العلم ان الجاليه اللي في سويسرا هي اللي دارتها بتنسيق مع مدام البقالي ورسلت لها مقاطع كيف ما شرحت من قبل. هي اللي دارت هذا الشيء كامل بالتناسق معهم مع مدام البقالي ورفعوا هذا الشكايه، يعني ام الاولاد ما عندهاش دخل نهائيا في هذا الشيء اللي تيقول الطرف الاخر. المهم هو خاصو دائما يدخل ام الاولاد.
المهم كنشوفوا هاد بوكريشه حتى في الفيديو الاخير ديال اللي قبل من اللي حطات بنته بانها نزلت للدار البيضاء ديال لانيفرسير ديالها، بانه كيعطي لولدو او التليفون وهو اللي كيصورهم وتيقول لي غادي نشري لك الايفون. كيشجع ولادو كيطمع ولادو باش ما يبقاوش يقراو، هو اللي كيخرج عليهم وكيشجعهم باش ما يقراوش، وكيعطي لولدو التليفون وكيصورهم وهو كيحرضهم على الام ديالو. كيعرف هاد بوكري كيفاش، هاد بوكريشه كيفاش يطمع ولادو وكيفاش كيقول ليه غادي نشري لك الايفون، وكيفاش كنشوفوا بانه كيضرب عصفورين بحجر واحد، هو المستفيد الوحيد وهو اللي كيخدم بهم غير بالفن. هاد بوكريشه خاصو يوقف عند حده. المهم كنشوفوا عاوتاني كيفاش مدام البقالي في الحوار الصحفي اللي دارت مع الصحفي عبد الكبير ما بغاتش ترد على البقا نهائيا. بغات تخلي داكشي يمشي عندهم قانوني، ما بغاتش يكون عندهم تبادل. ولكن الاستاذه البقالي غادي ترد عليها بالقانون وغادي تعلمها التربيه بالقانون. وكنقول كل الاحترام والتقدير للاستاذه سميره البقالي. هاد الاستاذه انسانه طيبه ومحبوبه عند الجميع من داخل المغرب ومن خارج المغرب. كنقول للسريعه يا ويلك يا اللي كينتظرك قانونيا. كنشوف بان هذا البقه راها مدوخه. كيصحاب ليها مدام البقالي ما عندهاش الاولاد، كيف ما قالت في الفيديو اللي نزلت ديك الخرجه اللي خرجتها خرجه ماشي هي هذيك. تنقول لها وقالت في داك الفيديو اللي ما عندهاش الاولاد تمشي تولدهم. ما عرفاش بان مدام البقالي راه عندها الاولاد. وحتى من البق ديالها خرج فرحان وكيشجع فيها وتيقول لها ما شاء الله عليك. شوفوا المثقفه. واش هذاك هي الثقافه؟ واش الثقافه كتكون بحال هكا يعني نخرجوا في الفيديو ونعايروا؟ هذيك هي الثقافه عندكم؟ واش هذاك وجهكم ولا مسلفين؟ انا كيبان لي راكم غير مسلفين، حيت المثقفه ديالتكم راه جابت الربحه، وبقوه الثقافه ديالها غادي توصلها حتى لسويسرا. غير توجد راسها. بقات كتر هاد البقه ديالتكم الح او حلاوه او السريعه، عندها بزاف الاسامي. حتى طاحت مع مدام البقالي اللي راها كتعمل بالتنسيق مع النيابه العامه، ماشي كتجي وكتطاول غير هكاياك. وماشي غير انت اللي غلطتي، حتى ام الاولاد، حتى هي دارت نفس الغلطه. حتى هي في واحد الفيديو مدخلاهم للحمام وجالسه كتغسل ليهم، وعاود دايره فيديو وكتوريهم الراس ديالهم فيه الكوب. راه ماشي هي نتايا، حتى هي سمعتي. واحد النقطه بغيت نهضر فيها، بان مدام البقالي بقوه الاشغال اللي عندها وهذا بزاف ديال المسؤوليه يقدر ما كانتش كتشوف الفيديوهات ديال ام الاولاد اولا كيوصلوها هادو المقاطع. بان ام الاولاد قال لها قاضي الاحداث، قال لها قاضي الاحداث ما تبقيش بيني بنتك، ديك بنتك تيتيمه، قال لها ما تبقيش بينيها نهائيا، لا فيديوهات لا حتى شي حاجه، لا بلايفات نهائيا. وما احترماتش هذا القرار ديال قاضي الاحداث. بالعكس بدات تبينها، دوزت يلاه الدريه شهرين في المركز ومن بعد خرجتها وبدات كتصور فيها. وكما كنا كنلاحظوا بان ام الاولاد ملي كانت كدير فيديو بوحدها ما كيطلع لهاش نهائيا، ولكن من كتطلع بنتها معاها كتبقى الفيديوهات دغيا تيطلعوا في المشاهده، دغيا كيطلعوا. هي ملي ولات تشوف بان بنتها كتطلع لها المشاهده ولات ديما كدير بها فيديوهات. واحد المره راه كانوا ناعسين بايتين عند جارتهم وبقى بنتها ناعسه وهكا رات عليها الكشه وتتعيط ليها بسميتها، هكا كتقول لها نوضي تفطري، نوضي شدها بديك اللقطه وبنتها ما بغاتش امها تشدها بديك اللقطه هكاك. حتى هي ما احترماتش ام الاولاد، ما احترماتش نهائيا لهذا القرار ديال قاضي الاحداث. المهم خوتي خواتاتي وصلنا لنهايه الفيديو. رجاء منكم ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، وكنشكركم بزاف. شكرا جزيلا لكم وكل الاحترام والتقدير. مع السلامه.